السلام عليكم. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الباتيه بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، بأسهل طريقة فرد وتوريق، وهيطلع في الآخر معاكِ هش وطري مورق، وأحلى من الأفران 100 مرة. يالّا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد. أول حاجة معايا نُص كوباية من اللبن الدافي، ولازم المكونات تكون دافية عشان إحنا في الشتا، نُص كوباية من المَيّة الدافية، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بنقلب المكونات كويس جدًا مع بعض لحد ما يدوبوا ويختلطوا مع بعض كويس. لو في الخطوة دي أنتِ مش متأكدة من نشاط الخميرة، يُفضّل تسيبيها ربع ساعة في مكان دافي لحد ما تتفاعل وتتأكدي إن الخميرة نشطة. ومعايا كيس من الفانيليا البودر بتدّي نكهة حلوة جدًا للعجين، ممكن تستغني عنها عادي لو مش حابة تضيفيها. ونقلب كويس جدًا لحد ما المكونات تختلط مع بعض، بعد كده ننزل بالمواد الجافة اللي هي عبارة عن نُص كيلو من الدقيق، 4 أكواب بمَج الشاي العادي، عليهم نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. بنقلبهم مع بعض، بعد كده بننزل على الخليط السائل. في الأول بنقلب بالمعلقة زي ما أنتم شايفين كده لحد ما المكونات تندمج مع بعض. بعد كده هانضّف المعلقة وأبدأ أعجن بإيدي، وطبعًا معايا جنبي كوباية من المَيّة الدافية عشان لو العجينة احتاجت. هابدأ أضيف المَيّة بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معايا. وطبعًا كل نوع دقيق بيختلف من حيث امتصاصه للسوائل، يعني كمية السوائل بتختلف من نوع دقيق للتاني. فأنتِ بتحطي بالتدريج لحد ما العجينة تلم معاكِ، وهاقول لِك في الآخر خدت معايا قد إيه. عايزة أقول لِك إن ممكن تعجني الكمية كلها بالمَيّة عادي، بس بجد النُص كوباية لبن بتفرق في طراوة العجينة جدًا. وهنا العجينة كانت اتلمت معايا، خدت نُص كوباية معايا من المَيّة، يعني كده إجمالي السوائل نُص كوباية من اللبن وكوباية من المَيّة الدافية. بعد ما العجينة اتلمت معايا باعجن فيها حوالي من 5 ل7 دقايق كده، وبعد كده باضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة الطرية، تكون بدرجة حرارة المطبخ، زبدة لينة وطرية، وابدأ أدمجها في العجين. أول ما تبدئي تدمجي الزبدة كويس جدًا مع العجينة، هتبدأ العجينة تفُك منِّك، عادي كمّلي عجن وهترجع تلم معاكِ تاني عادي جدًا. اعجني العجينة كويس جدًا، مش أقل من 10 دقايق، كل ما تعجني العجينة أكتر كل ما تاخدي منها نتيجة أحلى وأحسن. اعجني لحد ما توصلي العجينة طرية بس مش بتلزق، تكون طرية بس متماسكة عشان تقدر تستحمل الفرد معانا. وبعد كده هندهن البولة زيت وهندهن كمان وش العجينة زيت. بعد كده هنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي، وعشان أخلّيها تخمر بسرعة وما تاخدش وقت عشان إحنا في الشتا، بادفّي الفرن تدفئة بسيطة جدًا وباحط العجينة فيه لحد ما تخمر، وده بيخلّي العجينة تخمر بسرعة معانا. هنا بعد ما العجينة كانت خمرت معايا خدت حوالي ساعة إلا ربع، هي في الشتا بتاخد حوالي من ساعة إلا ربع لساعة بالكتير وبتكون خمرت. هابدأ أنزّلها من البولة بكل سهولة، وهابدأ أشكّلها على هيئة رول. وبعد ما شكّلتها على هيئة رول هابدأ أقطّعه لحوالي 5 قطع متساوية. وبعد ما قطّعته ل5 قطع هاخد كل قطعة وأبدأ أشكّلها على هيئة كورة. بالِم الأطراف على بعض كده وأبدأ أطلّع كل التخمير اللي فيها، وأشكّلها على هيئة كورة، وأرصّها على طبق مرشوش رشة دقيق. وهابدأ أكمّل بنفس الخطوات بقية القطع. وهنا بعد ما شكّلتهم على شكل كِوَر هاسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق، هاغطّيهم بكيس تلاجة وفوطة عشان خاطر ما ينشفوش. وبعد ما ارتاحوا 10 دقايق هابدأ بأول كورة شكّلتها، وهابدأ أفردها على شكل مستطيل، هارُش رشة دقيق من فوق وتحت كده، وهابدأ أفردها. كل ما كانت العجينة مرتاحة كل ما كانت فردها أسهل. لو لقيتِ العجينة مش بتتفرد بسهولة معاكِ ارجعي ريّحيها تاني 5 أو 10 دقايق لحد ما تبدأ تتفرد معاكِ بكل سهولة. أنا بعد ما فردتها على شكل مستطيل بسمك ما يكونش رفيّع ولا يكون سميك، هاجيب طبق أو صينية مرشوشة رشة دقيق وهابدأ أحط عليها العجينة. وباكون مجهزة معايا 3 معالق كبار من الزبدة الطرية، لازم الزبدة تكون طرية ولينة عشان أقدر أفردها على العجينة. استخدمي أي نوع زبدة أنتِ بتحبيه بس بلاش زبدة التوريق لأنها مضرة. وبعد كده هابدأ أفرد الزبدة بمقدار معلقة ونُص صغيرة كده على العجينة، وهابدأ أفردها بكل سهولة زي ما أنتم شايفين لأن الزبدة لينة فبتتفرد معايا بكل سهولة. وهابدأ أكمّل تشكيل بقية الكور بنفس الشكل، هافرد بقية الكور على شكل مستطيل، وهادهن ما بين كل طبقة والتانية زبدة بمقدار معلقة ونُص صغيّرة زي ما أنتم شايفين معايا كده. فاردة الطبقة التانية على شكل مستطيل، وهابدأ أحطها فوق الطبقة اللي فاتت. وهاكمّل بنفس الطريقة والخطوات لحد ما أخلّص تشكيل بقية الكور، وأخلّص كمية الزبدة اللي معايا، اللي هي عبارة عن 3 معالق كبار حوالي 80 جرام من الزبدة. هابدأ أفردهم بشكل متساوي على كل الطبقات، يعني بمقدار معلقة ونُص صغيرة ما بين كل طبقة، لحد ما أخلّص الكمية كلّها.
وهنا بعد ما خلّصت كل الطبقات وكانت الطبقة الأخيرة معايا، فردتها على بقية الطبقات بنفس الخطوات. وبعد كده هنا قدّامِك حلّين، يا إمّا تدخّلي هنا ال5 طبقات دول التلاجة، وبعد كده هتبدئي تشتغلي فيهم بالفرد عادي، أو عشان تزوّدي عدد الطبقات هتقسمي العجينة نُصّين زي ما أنتِ شايفة كده، وتبدئي على نُص واحد منهم تفردي معلقة صغيرة من الزبدة. أنا هنا باورّيكِ بس شكل الطبقات والتوريقات اللي معايا، وبعد كده تحطّي النُصّين على بعض زي ما أنتِ شايفة، زي ما أنا باعمل كده بالضبط. وبكده بقى معايا 10 طبقات بدل 5 طبقات. بعد أنا هنا بس باورّيكِ شكل التوريقات وعدد الطبقات. بعد كده هاغلّفهم بكيس تلاجة وأدخّلهم التلاجة لمدة نُص ساعة لحد ما الزبدة تتماسك. وهنا بعد ما قعدت في التلاجة نُص ساعة وكانت الزبدة اتماسكت معايا، هابدأ أشتغل فيها. هارُش رشة دقيق خفيفة من فوق ومن تحت وأبدأ أفردها على شكل مستطيل. بالراحة كده هتلاقيها بتتفرد معاكِ بكل سهولة لإن العجينة مرتاحة. لو لقيتِ إن الزبدة بتخرج معاكِ أثناء ما بتفرديها، ارجعي دخّليها التلاجة تاني ترتاح لحد ما الزبدة تتماسك معاكِ. وباستخدام النشابة هابدأ أفردها على شكل مستطيل. وبعد ما فردتها على شكل مستطيل هابدأ أسوي الأطراف وهاقول لِك في الأطراف دي هنعمل إيه فيها في الآخر. وبعد كده هابدأ أقطّعها بالشكل اللي أنتِ شايفاه معايا ده. هاقطّعها لمستطيلات صغيرة وكل مستطيل هاقسمه ل2. عايزة أقول لِك كمان إنِّك تقدري تعملي كرواسون بنفس الطريقة وبنفس العجينة، هيختلف بس في خطوة التقسيم هنا. بدل ما تقسّميها لمستطيلات صغيرة هتقسّميها لمثلثات وهتلفّيها على شكل كرواسون. هنا أنا بدأت ألِف الباتيه زي ما أنتم شايفين معايا، طبعًا تقدري تسيبيه سادة، تقدري تحشيه جبنة، تقدري تحشيه شوكولاتة، النوع اللي أنتِ عايزاه اعمليه. لازم تقفلي الأطراف كويس جدًا على بعضها زي ما أنتِ شايفة معايا كده عشان ما تفُكِش منِّك أثناء التخمير أو أثناء التسوية في الفرن. وبعد كده بارُصّه على صينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة. وبعد كده هاكمّل بنفس الطريقة. أنا حشيت جزء سادة وهاحشي جزء شوكولاتة. كمان ممكن تحشيه نوتيلا ممكن بعد التسوية، أو لو عاوزة تحشيه أثناء ما بتلفّي لازم تكوني مثلًا مجمّدة النوتيلا من قبلها. بتفردي النوتيلا على ورقة زبدة أو على كيس تلاجة وتدخّليها الفريزر لحد ما تجمد، وبتحطّيها أثناء الحشو زي الشوكولاتة الخام بالضبط كده، وتبدئي تلفّي عليها. وهاكمّل بنفس الطريقة لحد ما أخلّص بقية الكمية. وهنا بعد ما خلصت تشكيل رصيتهم في صينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة وهاسيبهم يخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم. بالنسبة للأطراف هابدأ ألفها بالشكل اللي انتي شايفاه معايا كده. هشكلها بالطريقة دي وبرضه هحطها معاهم في الصينية لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. وهنا الباتيه بعد ما تضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين معايا كده. كده هابدأ أدهن الباتيه بخليط عبارة عن 3 معالق كبار من اللبن، نص معلقة صغيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. باخلطهم كويس جدا مع بعض. بعد كده ببدأ أدهن بيهم الباتيه عشان ياخد لون كويس لما يدخل الفرن زي ما أنتم شايفين معايا كده. بعد كده هادخّله الفرن على درجة حرارة 190 على الرف التاني من تحت لحد ما ياخد لون من تحت. بابدأ أولّع عليه الشواية على الهادي لحد ما ياخد لون من فوق. أول ما يطلع من الفرن باغطّيه بفوطة لحد ما يهدى من حرارة الفرن عشان الوش ما ينشفش منّي، لإن طبعًا دايمًا المخبوزات اللي بتتعمل بالزبدة بينشف منها الوش، فعشان لو مش عايزاه وشه يكون مقرمش بتغطّيه بفوطة. وممكن كمان تدهنيه بشوية مَيّة وتغطّيه بالفوطة لحد ما يهدى خالص. بيطلع معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده هش وطري جدًا ومورّق. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك عشان يوصل لأكبر عدد.